جايز طبعا تو خلصت كل شيء، حمام مغربي، ديكير مونيكير، ماسك الرجول، شعري، كل شيء. انا مرة مبسوطة. طبعا انا سويت المساج وروحت قبلي. طبعا بيتنا يبعد عن الصالون تقريبا 10 دقايق تقريبا، يعني قريب شوي من بيتنا، لأنه الصالونات اللي تحت عمارتنا واللي في صف العمارات دي كلها. طبعا حنا وين عايشين في عماير كلهم يشبهون بعض. طبعا دي عماير جديدة في المنطقة، كل العماير تشبه بعض وكل شوي يبنون عمارة. فطبعا في كل العماير دي في صالونات تحت، في محلات، في سوبر ماركت، في ذي الأشياء. فالصالونات اللي هناك ما حبيتها للأمانة. أنا بس دخلت أتفرجها ما ارتاحت نفسي لها، فما عمري سويت عندهم شيء، لأنه مكان يجيب الاكتئاب. أنا أهم شيء عندي الديكور، يعني لو الديكور حلو أفرح، أحس بسعادة، أدخل الصالون وأنا سعيدة. فدولا ديكورهم حلو، صالونهم مرتب. شوفوا مو مرتب الصالون، قال قسم حق الشعر، بس أنا طبعا ما سووا لي شعري هنا. أنا وأنا قاعدة في قسم البوديكير والمانيكير جت حقة شعر تستشور لي عشان يخلصون بسرعة. توي خلصت. طبعا أنا طلبت منها تستشور لي ستريت، ما أبغى ويفي، أنا ما عندي مناسبة أسوي ويفي، خليه كذا. ولما أبغى أسوي ويفي أسويه في بيتي، أنا أفضل من الصالونات. يا سلام. الحين بنتظر بابا، دقيت على بابا قال لي 10 دقايق وجي، قلت له أوكي بابا. الحين نقعد ننتظر. جايز طبعا رايحة الحين البيت. طبعا هالصالون في مول، فالمهم الحين رايحة البيت. يا سلام، تخيلوا مشغلين ايش؟ مشغلين يا رسول سلام عليك. جايز لسه ما دخل رمضان عشان تشغلون الأناشيد، تونا باقي يومين اتوقع. لما يدخل رمضان شغلوا أناشيد رمضان. والله تخيلوا حتى في الصالون ايش مشغلين؟ كانوا مشغلين ما هم مشغلين أناشيد، مشغلين قرآن يا طوال. الخدمات اللي قاعدة أسويها وأنا قاعدة أسمع قرآن. الله صدق راحة نفسية. ليش؟ لأنه أنا طبعا ما أفتح القرآن، ما أفتح الشيوخ اللي يقرؤون قرآن إلا وقت النوم، لأني أنام بسرعة مع القرآن. حرفيا راحة نفسية، جربوا. صباح الخير. الساعة 6 الصباح الحين، وللحين ما نمنا. تخيلوا كنا فاكين لايف ومستانسين
بوستات سريعة وآي لاف يو لكم كلكم. حنان أخبارك؟ وحشتيني. حنان متى تصبغي؟ أبا صبغة العيد تكون شقرة. أبشر يا بيبي، أحرستيني. أنت تامرين أمر يا بيبي عشان تكوني نفسي. أنا أدري إن شعري حينحرق حرق من الصبغ، بس عادي أرجع أعالج وبعدين مو مشكلة. بتكوني نفسي محسترة إذا صبغتي شعرك أشقر. معسترة؟ إيه. أنا نورة، عم تفهمي؟ إيش؟ أنا أثير، عم تفهمي؟ ليه تقولي نورة؟ أنا مدام أثير، عم تفهمي؟ عم بفهم حبيبتي. أنت ما عم تعرفي قيمة حالك، فوقي بقى. ولك شو بدك يا زلمة؟ حلي عني، أنا بحب سيف. تحبي منو؟ تحبي إيش يقولون؟ كيف يقولون مين؟ منو؟ لا باللبناني يقولون اللبناني يقولون تحبي مين؟ ها؟ ولك أنا بحب سيف، عم تفهمي؟ سيف؟ إيه. سيف قليل الأدب، قليل الترباية، اللي ما عم يقدر قيمتك. ولك أنت تيا ميار. ما عم تفهمي. ولك أنا بكمي. أنا بنت من سيف. الحركة متأخرة في كلاب. حنو دقت في حضنك وفضفض لك، أبغى أفضفض. لا حبيبتي، دي المرة أنا بفضفض حنو عاد بفضفض لك. طمي فضفضت تجيب لها. اسمعي بفضفض لك بالأشياء اللي أبغى أحققها في المستقبل. الفضفضة بفلوس. سيعنني دكتورة نفسية علينا. لا، الفضفضة العادية ب10، والفضفضة مع بكاء ب20، والفضفضة مع بكاء ومواساة ب30. تخيلوا والله شفت يعني هالمشروع. الدكاترة النفسيين أحسن مني. حنان شفت هالمشروع، بس مشروع بكميات. واحدة مسوية مشروع تقول إذا تبين ندور لك حبيب بهذا السعر، وإذا تبين نجيب لك طريقة تفتكين من حبيب نشبة هذا السعر، وإذا تبين نضبط علاقتك بشخص أنت مختارته بهذا السعر. تخيلي ذا حرفيا والله شيء متخلف. يعني هل تتوقعين في ناس يسوونه من جد؟ والله ما أدري. يعني تخيلي حنان تروحي لوحدة تقولي لو سمحتي أبيكي تقولي لذا أني أحبه، أبى أدخل معاه في علاقة، خذي فلوس. إيش التفاهة دي؟ تخيلي صدق إيش التفاهة هذا دي؟ اللي ما عندهم كرامة. مو عشان ما عندهم كرامة. أنت إذا حبيت شخص ليش تجيب بينكم وسيط؟ ليش ما تروح تتكلموا على طول؟ والله تفاهة صدق. ده أفشل مشروع شفته في حياتي، حرفيا أفشل مشروع. حنو قلدي صوت الحصان. والله ودي بس حرجع عورني. اسكتي يا ميار، يلا حنو حركة. جايز شكل حنان وهي حصان نفس هالصورة بالضبط اللي بحط لكم اياها في الشاشة، والله العظيم. بالضبط. عرفت الصورة. حنان معوضة يا حصانة. أبو بابا. ولك بحب هاي جايزات، اخباركم؟ عساكم بخير، وحشتوني والله. جايزات طبعا صحيت من النوم، غسلت وجهي، لبست، خلصت بعض الاشغال. طبعا اليوم انا مو صايمه، تخيلوا، لان بكره رمضان ما ينفع اصوم كذا، فهمتوا؟ المهم اسمعوا، شربت فيتاميناتي اخيرا. تخيلوا حصلتها تحت الاغراض اللي انا حاطتها هنا. يعني لازم ارتب التسريحه، لازم ضروري، لاني اخر مره خربتها بزياده. المهم ولقيت بعد فوق التسريحة ذا كل ما أشوفه أنسى أنزله معي السيارة. ذا شريته طبعا من شيئا لشعار كيوتا، عشان تركبون في الشعر عشان يصير ملمع مرة كيوت. بنات إذا عندكم سيارة تويوتا اشتروها، مرة كيوت.
بس اتوقع سولد اوت حاليا هالمنتج. اذا ما خاب ظني بدور رابطه، اذا حصلته بعطيكم. المهم خلاص انا الحين بخير، الحين طالعة اكمل اشغالي. يا سلام، وانا حاطة ذا المرطب قدامي، طبعا حاطة 1 2 3 4 5 مرطبات، 6 مرطبات لليد، تخيلوا فوق التسريح. يا ربي، ويا ليت اني استخدمها 24 ساعة، والله اني ما استخدمها، انسى انا استخدمها قبل النوم وبس. بس انا ودي ارجع نفس زمان. انا زمان تخيلوا ايش كنت اسوي، كنت 24 ساعة اترطب، عشان كي كانت بشرتي تجنن والله العظيم. اما الحين ما اترطب الا في الحسنة فسنة، هو مثل يقولوا في السنة، في السنة حسنة. ايوه مدري ليش صرت مهملة، ما ينفع الاهمال ذا، لازم اترطب 24 ساعة عشان نعومة. جايز طبعا الحين شوفوا يدي، مكان الخواتم لازم ترجع، فخواتمي في الشنطة حقت الحمام المغربي حق امس. هالتنت انا ما احب احطه، احب احط تنت ديور احلى. يعني انا شارية هذا على الفاضي والله العظيم، لاني ما استخدمه اصلا. معليش انا ما شريته. صح كان هدية. هو حلو بس يخلي شفايفي مرة حمرة. انا زمان كنت احب هالنوع من الشفايف الحمرة، بس صرت احب شفايفي تكون مو حمرة، حبيت تكون وردية او وردية غامقة، فهمتوا؟ بس ذا قاعد يخلي شفايفي حمرة وبس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحين انا لابسة جاهزة مخلصة، حتى لبست الشراب، الحين البس الشوز واطلع. باقي الخواتم والاساور. جايز طبعا شريت ذا الشعار من شي ان. طبعا لو حابين تشترون اي شعار لسياراتكم حتحصلونه في شي ان. حرفيا انا انبسطت عشان اركب الشعار هنا عشان يصير يلمع. يلا نشوف الحين هنركبه. تمام، طبعا الغرة موجود فيه، شوفوا ذا يتركب هنا ترن، اوكي، وذا النقطة يتركب هنا، اوكي، وذا هنا، وذا اصبروا وين ذا؟ جايب لنا واحدة صغيرة واحدة كبيرة على مقاس سيارتكم، اوكي، وذا هنا، وذا هنا، ذا تحت على المقاس الكبير، وذا فوق على المقاس الصغير. ايش رايكم في الجمال كذا يتركب؟ والله شكله مرة كيوت. مرة حلو. طبعا طالبته من شي ان، الحين ابى اركبه وارجع لكم. جايز شوفوا شكله مرة تجنن حرفيا. انا اشكر شي ان على ذا الجمال صدق. بنات او شباب لو حابين تطلبوا لكم زينة للسيارة، اغراض للسيارة، كل الاشياء اللي تحتاجونها لسياراتكم من اشكال حلوة او غريبة حتحصلوها في شي ان. حرفيا اشياء مبهرة، حرفيا ما حتحصلوها في مكان الا في شي ان. دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر، على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. على كثر المدى والضي
والضاي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقال بوصفها العالم دبي كوكب آخر، بها القلوب تتفيا ومن هالليل يتضيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر. دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر. على كثر المدى والضاي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. على كثر المدى والضاي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقال بوصفها العالم دبي كوكب آخر، بها القلوب تتفيا ومن هالليل يتضيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر. اللي فيه شريحة مو موجود في السيارة، بس يا ربي وين انا ضيعتها، والله اني ضيعتها. خلاص ما عاد بسوي له. اوه لقيتها. تعالوا نتخبى بين الناس. حسوي لها مقلب ان هي ضيعتني وما تحصلني، ابغى اوقف ورا العمود انتظرهم اشوف ايش حيسوون، ابغى اشوف ردة فعلهم. نشوف اذا هم حيجون ولا لا. جايز انا ضيعتهم، ما ضيعتهم هم قدامي بس هم مضيعيني، فحشوف ردة فعلهم من بعيد
هل حيتذكرون ان عندهم بنت اسمها اثير ولا حيسحبون علي؟ انا شايفه حنان قاعده تصور سنابه ورا وميار قاعده تلف نفس الرادار تبغى تعرف وين انا، بس حسوي لهم سبرايز اني ما حكون موجوده. ليش؟ لانه جوالي اللي فيه شريحه مو معايا في سيارتي. جوالي ذا 15 فيه شريحه بس ما حد يعرف رقمي ذا الا بابا، حتى حنان ومير ما حد منهم يعرف رقمي ذا، فحيضطرون يتصلون لبابا وبابا يتصل لي. دقيقة، اوه والله اختفوا من هنا ما ادري وين راحوا. دقيقة نشوف وين راحوا. اي والله شوفوا هم هناك يا جماعة، هم هناك قاعدين ينتظروني مساكين. بروح اخوفهم، بس دقيقة ابى اجي من ورا. خوفتك لا قاعدة اتصل. انا من اول ما تخبي ورا العمود اشوف ردة فعلكم انكم ضيعتوا بنت اسمها اثير ولا لا؟ لا انا قاعده ادور عليك واتصلك ما تقولي. شوفي حسبتك حتسحبين علي وتدخلين المول. وين جوالك الثاني؟ في السيارة. وانا قاعدة اتصل والله، وانا قاعده اتصل. تتصل مين؟ جوالي في السيارة، ذا جوالي اللي بابا بس يعرف رقمه. اعطيني رقمك. ما اعطيكي رقمي احسن عشان لما اضيعكم ما تتصلون لي. برايفت؟ لا مو برايفت بس ما اعطيك. يلا يا جماعة ندخل المول. جايز طبعا الحين حندخل المول، فليتس جو جايز. المول زحمة، كمية الناس مو طبيعيين. طبعا أنا دقيقة بس أدخل المول وأرجع أعلمكم. شوفوا الزحمة، تشوفون لما تشوفون من وراي ومن قدامي. زحمة مو طبيعية، ناس مرة كثير. ما علينا، خلنا نمشي للي حنا نبيه، غير كذا حنا ما نبي. أصلا أنا ما أبي ذي البوابة إلا عشان شيء واحد، ولا ذي البوابة دائما تكون زحمة. ذا نزول. من وين الطلوع؟ صاروا كلهم نزول. من وين أطلع؟ هذه نزول والثانية نزول. يما كيف أطلع من بيتنا؟ أطلع بيتنا جايز. تخيلوا أنا أكلمه الحارس قلت له من وين أوبا؟ أقول له أوبا بدل ما أقول له كيف نطلع، بس لأني ما أعرف أسولف معهم إنجليزي، ما فيني حال أتعلم إنجليزي مع إني ودي أصحى من النوم وأنا بتعلم إنجليزي. المهم قلت له من وين أوبا؟ قال لي ستريت أند ليفت، ما أدري ليش قاعد يقول لي كذا. المهم من هنا حنان، من هنا الطلعة. يا سلام، نتمشى في الله حركات رمضان هنا معلقينها. جايز انتم تشوفون من وين الطلعة؟ من قدام. والله الناس لابسين ملابس كيوت، يا سلام. انا احب اطالع الناس ايش لابسين، احب اقيم ملابسهم، ما اعرف ليش. اوه ماي جاد. يلا ليتس جو يا جايز، ليتس جو. وين رايحين تتوقعوا؟ علموني وين تتوقعون؟ ما تبغون تعرفون؟ انا حعلمكم. هذا المشوار صار لي اسبوع ودي اروحه، بس للاسف ما كان عندي وقت. حتى اليوم ما كنت حروحه، بس عشان تأجل واحدة من مواعيدي فقدرت اجي. اخيرا تعبت والله من المشي. يا سلام. طبعا حنمشي من هنا. ملابس، يا سلام. جايز طبعا شفتوا زينة رمضان من تحت، والحين تشوفوها من فوق. شوفوا الله، مرة كيوت،
مرة حلوة. المهم الحين نمشي ونمشي لوين نمشي، خمنوا بسرعة بسرعة قبل ما نوصل لوين. وين أكيد كلكم عارفين. رايحة أبل. إيش أسوي في أبل؟ أشتري الجوالات والماك بوك. يا سلام. طبعا دي لأنها من جوائز رمضان، فطبعا جاية أشتريها. الله يدي انكسرت وأنا ماسكة الكام والله العظيم. شوفوا هالمتجر دايما أشوفه، تخيلوا يبيعون دمى، والله أشكالها كيوت، بس إذا اشتريت واحدة وأنا حطها. يا سلام. وين جايين أبل. وش نسوي؟ نشتري جوائز رمضان. الله أكبر. يلا let's go يا guys. الله يا سلام. دخل. شوفوا هنا قدامي الماك بوك. ما أعرف، بقول له مش أحدث شيء جيبوه. جايز قاعدة هنا أنتظر حنان لأنها قاعدة تمشي ببطء، فعلى بال ما تمشي أبى أدور موظف يتكلم عربي. السلام عليكم. أنت في سبيك Arabic؟ We do have Arabic speakers, yes. Yes, أنا أبى سبيك Arabic. أنا no English. Are you filming right now? Are you filming right now? No English. خلاص ما فيني حيل أنتظر الواحد عربي. حنان جيبي. حنان. خليهم مرة ثانية. أسبلك أربك. والله من جد. لا والله مو من جد. اسألي هذا. ما يتكلم عربي يا حنان. Excuse me. Good morning. أبغى هذا. You can film. No. Not with me. يا سلام يا جايز. طبعا الحين رايحين نشوف الماك بوك. طبعا هذا الماك بوك نزل يوم الجمعة يعني الجديد. يعني سبحان الله كل تأخيرة في أخيرة. يعني أنا تأخرت عشان ينزل لكم الجديد. يا ربي. أنا قاعد نلف حول نفسنا. هذا؟ أنا سمعت إن في واحد 15 يعني. 13 و 15. إيش هو الفرق بين 15 و 13؟ 15 أكبر شوية. واو يا جايز. حلو. هذا 13 اللي هو الصغير، وفي ال 15 اللي هو أكبر شوي. هذا إيش؟ ده ماك بوك اير 13. نفس واحد مغير اللون. نفس الشيء بس ألوان غير. حلو. سيلفر و15 ستار لايت. إيش يعني ستار لايت؟ ستار لايت يعني لون شامبين مغير اللون. ما في لون وردي؟ لا هذا أقرب واحد للورد. أمزح معك، ما نبغى وردي. هذا حلو حنو. إيش رأيك فيه؟ هذا أحس يناسب كل الناس، بنات وشباب. وهذا ما فيه فينجر برنت، ممكن يلمس وكذا ما يبقاش الفينجر برنت. يعني لو ما يطبع الأصابع. حلو. جايز إيش رأيكم بهذا؟ والله من جد خفيف يا جماعة. يعني طلاب الجامعات وكذا تنفع كثير يعني very light. حلو والله. طيب هذا بكم سعره؟ عايزة 256 512 يعني هذه الساعة؟ الجيجا بايت يعني كاباسيتي. لا تتكلمي انجليزي، تتكلمي عربي. 256 جيجا بايت يعني ايوه المساحة. ايوه فهمت. حلو. ده ثمنه. حلو. اوكي ناخذ هذا. عايزة هذا؟ ايوه ده 7000. اوكي. في ايفون 15 حاليا متوفر. ايفون 15 برو ماكس. ايوه متوفر. يا سلام. الله اللون. الحجم. 15 غير السايز.
يعني السكرين اكبر، هذا اكبر من هذا بس. ايوه. طب والمواصفات الداخل لا تقريبا نفس الشيء. والله يا جماعة ودي اخذ لي واحد، بس المشكلة اني ما اعرف استخدم اللابتوبات، انا جوي ايبادات بس على العموم حقي شوفوا والله انه يجنن وخفيف. والله يا جماعة ودي اشتري لي واحد، بس ايش مشكلتي اني ما افهم في الكيبورد وذي الاشياء، صعب بالنسبة لي. ما عمري مسكت لابتوب لاني ما احب ذي الاشياء وما افهم فيها. انا احب الايباد الجوال لان كله لمس ما في ازارير. حرفيا اصعب شيء بالنسبة لي. طبعا هذا 13 اللي هو صغير، فانا قررت ادلعكم اشتري لكم الكبير واللي هو اعلى سعة برضه. بس تقديرا للطلاب، اتمنى ان الطلاب يشاركون، عشان يعني الطلاب حق الجامعة والمدارس اللي يحتاجونه هم اللي يشاركون، ويا رب اللي يفوز واحد طالب جامعة، طالب واحد يشتغل على شغله يحتاج ذي الاشياء. اما اللي ما يحتاجونه انا جايبت لكم جوالات. اصبروا بس نخلص من ذا ونروح لقسم الجوالات. جايز طبعا هم شوفوا، هم خيروني يا اشتري الكيبورد اللي هو عربي وانجليزي يا انجليزي، فانتم عشان كلكم عرب حاشتري لكم العربي. طبعا هذا مو لي، هذا هدية للمتابعين. وبس خلاص ده. في عايزه تاخذي ايفون؟ ايوه يلا ليتس جو. ها هذا كلر، هذا كلر، وفي هذا كلر، هذا كله 1 2 3 كلر. يس 3 كلر. وين ال 15؟ اتوقع هذا 15 صح؟ ايوه 15 برو ماكس. يا لون مقرف والله، لوني احلى اللي هو بنات شباب اذا تبون تشترون اشتروا اللون اللي هو نفس حقي، هذاك حلو يعني نفس لون اللابتوب. هاللون انا ما احبه يا حنو، تعالي نشتري نفس جوالي بالضبط لانه اللون الاحدث والاجمل، فهمتي؟ اوكي قوليها نبغى ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة. لا احنا نعرف الالوان، انا جوالي قاعدة اصور فيه الحين 15. يس جايز هذا اللون مو حلو، هذا مو حلو، هذا مو حلو، هذا الاحلى. نبغى من هذا 3. مو الاحلى، الاحدث والاحلى برضو 3. جايز خلاص خلصنا الحين باذن الله. انا مره مستانسه. يا سلام. الحين دفعت فلوس الجوالات والماك بوك الحين، بس قالوا لي بيروحون يجيبون الجوالات، ما ادري من وين حيجيبونها. المهم حيروحون يجيبون الجوالات وبعدين يدخلوا لي الاغراض في الكيس ويجيبوها لي، فلازم انتظر هنا، بقعد انتظر. تعبت والله العظيم تعبت. يا رجلي الجميلة ثقيل والله العظيم. حنو شيلي انتي والله يدي انكسرت. لا انا يدي مكسورة شكرا. اوكي طبعا خلاص شرينا الماك بوك والجوالات. يا جماعة انا يدي انكسرت من دم يا شيلي الله يرضى عليك. هذا مو خفيف، ما عندنا مشكلة فيه، بس دم يدي انكسرت بسبب الله يعين الصدق. فطبعا انا مرة متحمسة للمسابقة يا حلوين. بإذن الله مسابقتنا الحلوة في رمضان، يعني عشان يكون الخير خيرين انا هقدم لكم هدايا وانتم حتنبسطون وانا حنبسط وكلنا حننبسط وحنفرح. فالله يوفقكم جميعا ويسعدكم. اللي ما اشترك في مسابقاتي من قبل يشترك في هالمسابقة وفالكم الفوز يا رب. طبعا المسابقة مو بس على جوالات او على اجهزة، لا بعد على جوائز مالية، وطبعا حيكون معنا 15 فائز. طب انت يا اثير ليه تدلعيهم بالماك بوك؟ لأن أنا حسيت بمعاناة الطلاب حق الجامعة، حق المدارس، الناس الموظفين اللي يحتاجون يستخدمون دي الأشياء، عشان كذا أنا اشتريت لهم ذا الشيء عشان هم يحتاجوه في الدراسة. ما شاء الله عليهم، ما أعرف كيف يستخدموه. أنا والله إني ما أعرف أستخدم هذا، مرة صعب. أنا أحب الأيبادات. بس على العموم الله يوفقكم جميعا ويسعدكم.